السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة فيديو جديد عن طريقة عمل الكوسة بالبشاميل. خطيرة، عندك الأولاد هيحبوها أحلى من أي نوع كوسة تاني. طيب إيه عندي المقادير؟ بداية كده نسمي الله ونشوف. معانا 1.5 كيلو كوسة متقطعة شرايح زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين أخدتها وسلقتها في مية وملح. طيب دي كده الكوسة. وعندي بعد كده المكون التاني، عندي نص كيلو لحمة مفروم ومتعصج. طبعا طريقة التعصيج هوريها لكم ان شاء الله في فيديو تاني، بس هي متعصجة بالطريقة العادية اللي احنا كلنا متعودين عليها، اللي هي طريقة امهاتنا. وعندنا كمان لتر من البشاميل، هتلاقوا الرابط بتاع الفيديو الخاص بالبشاميل طريقة عمله تحت في الوصف ان شاء الله. طبعا معايا البشاميل جوسي وكريمي فظيع هتشوفوه دلوقتي. ومعايا طبعا الصينية اللي هشتغل بيها وحط فيها المادة الدهنية بتاعتي، اللي هي اي ماده دهنيه عندك، بس الافضل نحط معلقه سمنه. طب تعالوا كده بدايه نشوف هنحط اول حاجه ايه. جبت هنا الصينيه بتاعتي اللي انا دهنيها الماده الدهنيه بتاعتي، وهبدا ارص الكوسه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين تقطيع الكوسه عامل ازاي؟ هو ده التقطيع اللي انا محتاجاه، عايزاه بالمنظر ده. شايفين اهي، يا رب يكون واضح اهو في الكاميرا. طبعا هي مسلوقه زي ما قلت لكم في ميه وملح. هبدأ أرص كل الكمية اللي عندي. ده كده بعد ما رصيت كل الكمية بتاعتي عملت طبقة تحت في الأرضية، وبعدين بعد كده هنزل بكمية اللحمة المفرومة اللي عندي على الكوسة زي ما انتوا شايفين كده. أغطي الطبقة اللي أنا حطيتها دي كلها. ده كده شكل الصينية بعد ما فردت كمية اللحمة الموجودة عندي فوق طبقة الكوسة. بعد كده أنا بحب أحط معلقتين بشاميل بقى كده في النص زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده يعني بسيطة مش كتير. حاجة كده عشان تتلغلغ مع بعضها، بيبقى طعمه في الأكل. كفاية كده. وبعدين أرص بقى كمية الكوسة اللي باقية عندي بنفس الطريقة أهي. شايفين؟ هنا بقى رصيت كمية الكوسة المتبقية عندي في الصينية زي ما انتوا شايفينها بالشكل التحفة ده. تاكل نية والله كده من غير ما تستوي. ما تنسوش ان كل حاجة مستوية. طب بعد كده هنزل بقى بالبشاميل بتاعي. كل الكمية اللي موجودة عندي كده، نزلت بكمية البشاميل اللي موجودة عندي. أبدأ بقى أسويها زي ما انتوا شايفين كده. في ناس بقى بتحب تحط بقى على الوش جبنة موتزاريلا، أنا برضو ما أحبش أحط جبنة موتزاريلا عشان نسبة الزيوت اللي فيها. انتي حابة تحطي، اللي عايز يحط. في ناس برضو تحب تحط عادي بيضة تكسرها وتحط عليها ملح وفلفل اسود وتحطها على الوش. أنا بكتفي بالبيض اللي محطوط جوه البشاميل، وهي بتتحمر وتبقى زي الفل وشكلها جميل. طبعا هي كده بعد ما اتساوت وجميلة جدا وشكلها تحفة، هدخلها الفرن عندي لمدة نص ساعة مش أكتر من كده، على الرف اللي تحت هو أو في النص لمدة 10 دقايق أو 15 دقيقة، وتحت الشواية 10 دقايق على حسب، هنشوف مع بعض. هوريكم شكلها. طبعا ده بقى كده الشكل النهائي لصينية الكوسة بالبشاميل، تتحدث عن نفسها. شكلها خطير، واو والله. ودي ريحتها كمان قلب عند الشقة. شايفين شكلها متحمرة وجميلة وتحفة. طبعا هستنى عليها تبرد شوية واوريكم منها قطعة. شايفين هنا بتاعتها طبقات، شايفين الطبقات بتاعتها عاملة ازاي؟ شكلها تحفة والله، بجد تحفة. هقطعها واقضيكم منها، اوريكم منها حتة، بس استنى عليها بس كده 10 دقايق تبرد. ده هنا بقى شكلها النهائي اهو بعد ما قطعنا منها قطعة بعد ما بردت بعد مرور 10 دقايق. شايفين الطبقات؟ شايفين طبقاتها؟ شايفين عاملة ازاي الطبقات بتاعتها؟ والله جميلة جدا، روعة، تستحق ان انتوا تجربوها. وطبعا مستوية، شايفين؟ مستوية وتحفة كده، جوسي، طعمة جميلة، كل حاجة فيها مستوية ودايبة دوب كده.
دايبة دوب، شايفين؟ والله فعلا تستحق ان انتوا تجربوها. اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في فيديو جديد. متنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا شير ولايك. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.